قلة جه، قلة حضر، قلة هيوقف حال البشر. النهارده هنعمل ريفيو لأجمد مطعم مشويات في مصر. وعشان المصداقية يا جماعة الفاتورة اهي، أنا مشتري الأكل ده على حسابي، وصاحب المطعم ما يعرفش خالص إن هعمل ريفيو على الأكل ده. الأكل جوسي يا ابني، ده لوسي. الفراخ بتاعتهم ما فيهاش لحمة أهو، أي هري وخلاص. والكفتة مستوية حلوة قوي بالسمنة البلدي. ودي العيش بتاعهم بقى طعمه عيش. ما اكيد طعمه عيش، هيكون طعمه رنجة؟ بخرب بيتك، هتودينا في داهية. يا جماعة المطعم ده تحفة، لازم كلكم تجربوه. ثانية كده. الو، لا استنى، يعني ايه هتدينا 10,000 بس؟ انا متفق معاك ان هعمل ريفيو وهقول الاكل بتاعك حلو وهاخد 25,000، وده اقل سعر في السوق كده يعني. طب تمام، قابل بقى اللي جاي. غير الخطة. الاكل حلو قوي يا ابن الراجل، مش هيدفع. قول الاكل وحش. يا اسطى الاكل حلو والله. ايه وحش؟ وحش وزفر. لقيت لك الشغلانه اللي هتحل كل مشاكلك يا معلم. شغلانه ايه؟ شغلانه حلوه مش متعبه وفيها فلوس كتير. اكيد شغل شمال زيك. يا اسطى شمال ايه بس؟ انا قصدي تشتغل فود بلوجر. فود بلوجر شغلانه سهله وفلوسها كتير، شرطها الوحيد انك تكون عاطل وما بتعملش اي حاجه مفيده في الحياه، او انك تكون فاشل ونفسك تلاقي حياه سهله تعيش فيها على قفا الناس. وما تقلقش، الشرطين متوفرين فيك. عايزني ابقى شحات؟ مش شحات قوي يعني، او خلينا نقول شحات على الموضه. انت مش هتمد ايدك للناس، انت هتكون عامل زي السايس كده، ما بتقدمش اي خدمه وبتجبر الناس انها تديلك فلوس، وكله بالطريقه. يا عم بس انا ما بفهمش في الاكل والمطاعم والحاجات دي، انا اخر اكل بس. يا ابني هو مين بيفهم؟ الايام دي محدش بقى فاهم اي حاجه. انت هتجيب الاكل وتقيم المطاعم، هتجيب سندوتش تقول عليه جوسي، وسندوتش تاني تقول عليه لوسي، ومن وقت للتاني تبقى تسمع الناس صوت الخرمشه. ولو المطعم ما تعاونش معاك هتقول الاكل بتاعه زفر. بس انا كده هوقف حال الناس. مش مهم، مش احسن ما يكون حالك انت اللي واقف وكل اللي يسالك شغال تقول له شغال في شركه مرتاحه؟ كل ده عشان مكسوف تقول عواطلي؟ بقى بذمتك في شركه اسمها مرتاحه؟ انت شايف ان ده الحل؟ اتكل على الله وانا هساعدك في الاول. الله، انت لسه بتفكر؟ استهدى بالله يا ابني، قوم اشتغل فود بلوجر. خلاص، فود بلوجر هي يعني جت عليا. من فتره كده بدات موجه الفود بلوجر، هم عباره عن مجموعه من الناس اللي بتروح المطاعم عشان تقيم الاكل عندهم، وفي المقابل بياخدوا فلوس من صاحب المطعم عشان المطعم يتشهر، لان المطعم كان جميل والاكل فيه حلو وجوسي. ده في حالة لو صاحب المطعم دفع لهم بالذوق، انما بقى لو ما دفعش فساعتها بيكون الاكل وحش وزفر، والنتيجة ان المطعم بيتشهر بيه وبيبدأ الناس تمنع التعامل معاه، وممكن بعدها المطعم يقفل وبيوت ناس تتخرب. بالله عليك، ودي اسمها شغلانة؟ انت لما تروح تقيم مطعم اصلا بتقيمه بناء على ايه؟ حضرتك دارس مثلا وعارف معلومات عن كل المطابخ واسرار الطبخ عشان تبقى مهيئ انك تروح تقيم مطعم؟ هتقول لي ما انا بفهم في الاكل وجربت مطاعم كتير بتعمل نفس نوع الاكل بتاعه. لا يا شيخ، طب ما هو لو بالطريقه دي فكلنا جربنا مطاعم كتير وكلنا ينفع نقيم، والشعب كله يمشي يقيم في بعضه بقى. ثم ان انت مين طلب منك اساسا تروح تقيم المطعم؟ انت بتروح ترمي بالك على المطعم عشان تشحت منه كام الف عشان تقول رايك بناء على الفلوس اللي اتدفعت لك. يعني يا ريتك بتقول رايك بصدق، لا انت بناء على اللي اتدفع انت بتقول. وبعدين الاكل ده اذواق، زيه زي اللبس بالظبط، يعني اللي يعجبك ممكن ما يعجبش غيرك، وده مش معناه ان اللي عاجبك حلو ولا اللي مش عاجبك وحش. كل واحد ليه ذوق مختلف، في ناس بتحب الاكل جوسي زي ما بتقول، وناس تانية مش بتحبه جوسي. فانت ليه بتحكم على الاكل انه حلو او وحش من وجهة نظرك انت بس؟ حرام عليكم بجد، في ناس بيوتها اتخربت بسببكم. الفود بلوجر بقت سلطة قادرة تحدد مين اللي مطعمه ينجح ومين اللي مطعمه يقفل، واحنا كجمهور بقينا للاسف بنصدق اي كلام من اي حد بياكل قدام الكاميرا. الفود بلوجر في مصر بقى عامل زي الناقد الفني زمان، بس الفرق ان الناقد الفني كان بيعبر عن رايه في جورنال، انما الفود بلوجر قادر يحط كلمه زفر في فيديو مدته 15 ثانيه، والنتيجه انه يتسبب في ان مطعم يتقفل وعماله تتشرد ويضيع استثمار سنين. من شهرين تقريبا قابلت واحد صاحب مطعم اكل شعبي، قال لي انا فاتح المطعم بقالي 15 سنة، عمر ما زبون اشتكى من اكلي لان براعي ربنا في شغلي. بس من اسبوعين جالي واحد بلوجر وصور فيديو وقال ان الاكل عندي مش حلو. الفيديو جاب 2 مليون مشاهدة، من ساعتها والمحل بقى فاضي.
يعني انا مطعمي فاضي مش عشان الاكل بتاعي مش حلو، لا، عشان واحد قرر يزود مشاهدات. القصة دي مش استثناء، في مطاعم صغيرة كتير قفلت بسبب تقييم سلبي، ومطاعم تانية نجحت فجأة عشان حد مشهور قال ان الاكل هناك جوسي. زمان كانت سمعة المكان بتتبني بسنين، انما دلوقتي بتتبني في فيديو مدته 30 ثانية على تيك توك. تخيل ان حياتك، تعبك، مستقبل عيلتك كله يبقى مربوط بجملة حد يكتبها على فيسبوك او يقولها في فيديو مدته 30 ثانية. جملة ممكن تفتح لك باب رزق وممكن تقفله في وشك للأبد. المشكلة هنا مش في البلوجر لوحده، المشكلة كمان في الجمهور اللي مصدق، وفي أصحاب المطاعم اللي بيستسهلوا ويدفعوا فلوس للبلوجر بدل ما يطوروا شغلهم. والأكل اللي ضاع بين الفلتر والكذب. ولو استمرينا بالوضع ده هنبقى عايشين في حياة بيحكمها مزاج البلوجر مش جودة الأكل. كل مطعم بيعمل نوع أكل معين وليه ناس بتحبه بتروح له، يعني سواء الفود بلوجر جربه أو لأ فالناس هتروح له، لأن محدش بيبطل أكل. الفكرة ان البلوجر بيحصر جودة المطعم في تجربته الشخصية فقط. يعني لو بلوجر حب يجرب مطعم وحصل مشكلة في الاوردر بتاعه تحديدا، ودي كانت المرة الاولى والاخيرة للمشكلة دي، هل ده معناه ان المطعم وحش؟ احنا محتاجين يكون عندنا وعي بجد، ومش اي حاجة نمشي وراها وخلاص. كل واحد فينا ربنا مديله عقل ومديله حواس يستخدمها هو ويفرق بيها بين اللي يعجبه واللي ما يعجبوش. ليه نعتمد في قراراتنا على توجيهات شخص تاني؟ ليه مش فاهمين ان ده بيزنس داير واحنا اللي بندفع ثمنه؟ وحصلت كتير ان كذا فود بلوجر يطلعوا يشكروا في مطعم ولما الناس جربته قالت ان الاكل فيه مش حلو، وحصل العكس برضه ان كذا فود بلوجر يطلعوا يعملوا دعايه سلبيه لمطعم والناس اللي بتتعامل معاه تطلع تقول انه مطعم محترم والاكل فيه حلو. لازم تبقى فاهم ان الفرق بين المطعم الاول والتاني ان الاول دفع فتعمل له دعايه والتاني رفض فتعمل عليه حمله. عارفين بقى مين اللي بيدفع ثمن الدعايه دي؟ احنا. صاحب المطعم مش هيقدر يجازف ويقلل من جوده الاكل، وبرضه مش هيقدر يفرط في المكاسب المعتاده اللي بيحققها كل شهر. ساعتها هيضطر يعمل ايه؟ يغلي الاكل عشان يلم مننا كلنا ثمن الدعايه اللي بياخدها الفود بلوجر. يعني الفود بلوجر سبب من اسباب غلاء الاكل في المطاعم. من يومين تقريبا كنت بتفرج على فيلم كينجزمان ذا سيكريت سيرفيس. الشرير فيه كان واحد اسمه فالنتاين. الراجل ده كان بيحلم يقلل عدد سكان الكوكب بس بطريقة مختلفة مش بحرب، فعمل حاجة تبدو ان هي خير لكن بتخدم مصالحه الشخصية. قرر يوزع على الناس شرائح إلكترونية بتزرع في الدماغ. الشرائح دي بتديهم انترنت ومكالمات ببلاش. طبعا الناس وقفوا طوابير عشان ياخدوا الشريحة دي، لكن اللي ما يعرفوهوش ان الشريحة خلته يقدر يتحكم في سلوكهم وغرائزهم، وقدر يخليهم في حالة عنف هستيري وصلتهم ان هم يموتوا بعض، وفي منهم اللي الشريحة انفجرت في دماغه ومات. ساعتها افتكرت حكمة حلوة قوي بتقول: إذا عرضت عليك سلعة مجانية فاعلم أنك أنت السلعة. فكر فيها كده، إيه اللي يخلي الفود بلوجر يروح مطاعم ويصرف ويتعب عشان يرجع يديلك التجربة بتاعته دي كلها بطريقة مجانية؟ هل بيعمل كده عشان يساعدك ولا عشان يخدم مصالحه الشخصية ومصالح صاحب المطعم؟ يمكن وانت بتتفرج على الفيلم تقولي الناس دي أغبياء قوي، ازاي يسمحوا لحد يزرع حاجة في دماغهم حتى لو كانت بتقدم لهم خدمة مجانية. بس اللي مش واخد بالك منه ان انت كمان بتسمح للفود بلوجر انه يزرع فكرة في دماغك وانه يديك انطباع عن مطعم سواء حقيقي او لا. ببساطة هو بيخليك تختار الاكل على مزاجه هو مش مزاجك، وده بعد ما اقنعك مين المطعم الحلو فتروح له ومين الوحش فتبعد عنه. في دراسة من جامعة ستانفورد اثبتت ان المخ البشري بيكون حكم ايجابي لمجرد سماع تقييم حلو عن منتج معين حتى لو المنتج ده جودته مش حلوة. يعني احنا ساعات ما بنحسش بطعم الاكل الحقيقي ولكن بنحس بالطعم اللي البلوجر خلانا نتخيله. في كتاب Trust Me I'm Lying في جملة بتقول: لو قدرت تتحكم في الانتباه تقدر تتحكم في الواقع. وده بالظبط اللي بيعمله الفود بلوجر، بيتحكم في انتباهنا فبيقدر يتحكم في الواقع بتاعنا. عشان كده لازم تبقى فاهم ان الجملة اللي ممكن ترفع مطعم او تهده مش دايما بتمثل الحقيقة، وان البلوجر اللي عنده كاميرا اوقات ما بيكونش عنده ضمير. في النهاية عندي رسالتين مهمين قوي. اول رسالة للجمهور: بالله عليكم بلاش تمشوا ورا رأي حد. المطاعم في كل حتة، والمطعم اللي هتجربه مرة ومش هيعجبك مش هتروح له تاني، فبلاش تمشي ورا رأي الفود بلوجر اللي بيجبرك تروح للمطعم اللي دفع له فلوس.
صدقني بيعمل معاك كده وبيجبرك بالطريقة. والرسالة التانية بقى انتوا متوقعين ان هي للفود بلوجر، لكن هي مش ليهم، لانهم مش هيتغيروا وعمرهم ما هيبطلوا حاجة بيعملوها وبتجيب لهم فلوس من الهوا. وصدقني دول لا فارق معاهم المستهلك ولا صاحب المطعم ولا الناس اللي بتشتغل فيه، دي ناس مش فارق معاها غير مصلحتها بس. الرسالة التانية لأصحاب المطاعم، بلاش تستدعوا الناس دي تاني وتدوهم مبالغ كبيرة، انتوا كده بتساعدوهم يكتروا ويتحكموا فيكوا بعد كده. صدقني الموضوع كله في ايد ربنا، ده ارزاق ورزقك هيجيلك لحد عندك. انت اعمل اللي عليك وراعي ربنا في المنتج بتاعك وربنا هيكرمك، وافتكر ان دي امانة ولازم تراعي ربنا في الناس اللي بتتعامل معاك وبتشتري منك. في النهاية لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تشيروها عشان غيركم يستفيد، واي حد عنده اقتراح مواضيع الحلقات الجاية يكتب لي في الكومنتات. مستني ردودكم الحلوة ونصايحكم الجميلة. سلام.